اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معاكم ولا قناه كيكات وحلويات. طبعا يعني انا بقالي فتره كبيره جدا ما بنزلش فيديوهات، وده كان غصب عني. الحمد لله، ان شاء الله هحاول على قد ما اقدر اظبط معاكم كده الدنيا ونرجع ننزل فيديوهات زي الاول. سامحوني على التاخير، بس فعلا كان غصب عني الفتره اللي فاتت. الحمد لله على كل شيء. النهارده عندي تورتتين، تورته الاتنين مقاس 20، وواحده هتبقى فانيليا والتانية هتبقى شوكولاته بس عليهم شوكولا شيت. انا خبزت مقدار 3 بيضات، وعليه كوبايه وربع دقيق، وعليهم معلقه محسن ومعلقه بيكنج باودر و100 جرام من السكر، وضربتهم كويس جدا في العجان. وبعد كده حطيتهم في الكادر مقاس 20 وخبزتهم على درجه حراره 180. طبعا الاسبونج ده عملناه مع بعض كذا مره، وهسيب لكم اللينك بالتفصيل للخبز الاسبونج في الصواني والتسويه وكل حاجه. وعملت نفس المقدار بس فانيليا، يعني عملته مره شوكولاته ومره فانيليا اهو زي ما انتم شايفين كده. ده الكادر بتاعي بقدر اظبطه على المقاس اللي انا عايزاه، والكادر ده ارتفاع كويس، يعني بنقدر نظبطه كده على الارتفاع. بص انا حسيت ان دي خدت لون كده شويه من تحت، بس انا هبتدي ايه اشيل كده الطبقه اللي هي حسيت ان هي يعني غمقت شويه مني بكل سهوله، وببتدي عادي نقطع برده الاسبونج. وبصوا ارتفاعه كويس جدا، هيطلع لي انا ظبط المنشار على درجه 8. فهقطع 3 طبقات كده زي ما انتم شايفين. طبعا بسيب الاسبونج يبرد براحته خالص، وبعد كده ببتدي اشتغل فيه علشان ما يتفرفتش. الاسبونج طالع هش وجميل جدا، وده دقيق عادي مش دقيق اسبونج. الناس بقى اللي كانت بتسالني على سبب الغياب، والله يا جماعه يعني غصب عني. يعني هو الحمد لله تم الانفصال بيني وبين ابو ولادي كده على خير، ومن غير مشاكل من غير اي حاجه. الله يسهله حلو. وانا قاعده دلوقتي مع اولادي، رجعت لهم وقعدت معاهم. وطبعا للناس اللي كانت بتتواصل معايا انا بشكرهم جدا والله العظيم بجد. يعني على قد ما انا قعدت فتره كبيره جدا ما ردش على حد ومش بنزل فيديوهات ولا اي حاجه، بس الحمد لله برضو هم يعني متواصلين معايا وبيسالوا عليا. يعني هو الموضوع مش موضوع القناه بس، او احنا يعني معرفه كده يوم او حاجه، لا والله في ناس كانت بتتواصل معايا على طول، كانوا بيقعدوا ينصحوني والحمد لله. بيدعوا لي بس ان ربنا يقويني واقدر اكمل المسيره كده على خير، واقدر اقف جنب ولادي ويعني واحاول على قد ما اقدر اوصلهم لبر الامان. السنه دي عندي 2 ثانويه عامه، علم علوم وادبي، تالتة ثانوي. ربنا يقويني عليهم، يدعوا لي كده ان ربنا يقف جنبي، واحاول اظبط القناه، لان القناه واقعه يعني بطريقه انتوا ما تتخيلوهاش. طبعا يمكن ربنا يصلح الحال واقدر اعمل فيها حاجه تشتغل شويه، لان انا فعلا اهملت القناه بطريقه وحشه جدا. بقالي سنه يعتبر مش مظبطه فيها اي شغل، مع ان الاول كانت الدنيا فيها كانت حلوه وشغلها كان كويس، وكنت بنزل عليها فيديوهات على طول، ويمكن الناس القديمه عارفه الكلام ده. فهي يعني يمكن ربنا يصلح حالي وتبقى مصدر رزقي وتساعدني كده على تربيه ولادي. ادعوا لي بس ان ربنا يعني يقف جنبي. ده شوجر شيت طبعا. ورق الشوجر شيت ده شيتات بتتباع كده، بتبقى عليها اشكال، ودي بتبقى قابله للاكل. بصوا اللي انا بحطه عليها ده شوكولاته خام على جناش. انا بحط الاثنين على بعض علشان تبقى دي العازل بين الطبقه بتاعه الكريمه والشوجر شيت، عشان ما ترطبش. ممكن لو ما عندكيش الكلام ده ممكن تفرديها على عجينه سكر، وعملنا برضو الطريقه دي قبل كده. وفي ناس برضو قالت لي على موضوع الجيلو، ممكن ندهن الجيلو شفاف على الظهر بتاع الصوره. بس عايزه اقول لكم بتاع الجيلو ده برضو بيبقى فيها ترطيب كده شويه، فبتخلي الصوره مش احسن حاجه. يعني احسن طريقتين للصوره شوجر شيت، يا اما اللي هو العازل بتاع الشوكولاته او الجناش او نوتيلا او ايا كان اللي انتوا بتستخدموه، او عجينه السكر. اي حاجه تانية مش بتطلع لك الصوره زي ما انت عايزه. بصوا بنثبتها كده كويس، وبنبتدي بقى ايه، نبتدي نقفل بقى من فوق كده بروزيتات. التورته دي كانت مطلوبه مني، انا كنت عامله زيها مقاس 18. صاحبه التورته قالت لي انا عايزه زيها بالظبط، بس مقاس 20 يعني اكبر شويه. فانا قفلت لها الاسبونج، كانت عايزاه فانيليا، وحطيت لها الصوره بكل حاجه، ما غيرتش اي حاجه. التورتيه التانية كانت هتتعمل لون بينك فاتح، وعليها شوجر شيت، وعليها روزيتات باللون اللي هو البطيخ، تحسي اغمق شويه. يعني انا يعني الكريمه اللي فضلت انا حطيت عليها نقطه كمان من اللون الاحمر، وضربتها تاني وعملت بيها الروزيتات. هوريكم دلوقتي. بصوا بس هجلس التورتايه كده من بره باللون البينك. بنحاول نحط كريمه في كل الاماكن، ونتاكد ان كل مكان اتغطى كويس قبل ما نسحب بالسكرابر. بصوا التجليس برضو عملناه مع بعض كتير قوي. ادعوا لي بس ان انا ربنا يصلح الحال واكمل على خير ان شاء الله، مفيش حاجه تعطلني تاني. طبعا موضوع ان انا يعني ما نزلتش فيديوهات طبعا كان بيبقى غصب عني، لان في اغلبيه الوقت كنت عند بابايا، و نفسيه بقى انتوا عارفين.
دي كانت الصوره التانية، يونيكورن وعليها هابي بيرث داي واسم البنوته. وهبتدي بقى زي ما قلت لكم، غمقت بقى الكريمه بنقطه من اللون. اهي دي درجه اللون اللي كان المفروض اعمل بيها الروزتات من فوق الشوجر شيت. هقفل كده التورتايه كلها من فوق، ما فيهاش شغل، بس ايه يعني فكرتها بسيطه. هي كانت طالبه بقى ايه الصوره اللي كانت بعتها لي، كان فيها يعني كريمه من تحت بتتسحب كده لفوق. بصوا، فانا عملت الروزتات وابتديت اسحبها بالسكرابر كده لفوق. بصوا اهو، بصوا يعني ايه، عملت الروزيتا وابتديت اسحبها لفوق بميل كده عشان تديني الشكل اللي هي كانت بعتهولي. طبعا هقرب لكم بس الكاميرا بس بعد ما اخلص عشان تشوفوا انا كنت بعمل ايه. همسح بس كده الزيادات، شو همسح الزيادات كده الكريمه اللي على البورد. هحطها لكم بس ايه، هصورها لكم كده عن قرب عشان تشوفوا شكلها يعني كان مقصود بيها. بصوا انا هحطها لكم كده في العلبه بتاعتها. دي طلعتها على 250، شايفين اهي كده كانت مطلوبه بس بنفس الشكل كده، مفيهاش اي حاجه، على 250 بالشوجر شيت، والتانية برضو على 250. يا رب الفيديو يكون عجبكم. العلبه 25 في 25. متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتعليقاتكم الجميله اللي دايما بتفرحني.